أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد الاستقلال 5 جويلية 1962، تتقدم المبادرة الجزائرية الفلسطينية بتهانيئها الحارة إلى الأمة الإسلامية والعربية عامة، وإلى الشعب الجزائري والفلسطيني خاصة. وبهذه المناسبة، مناسبة تعانق العيدين، عيد الفطر المبارك وعيد الاستقلال، تذكر المبادرة الجزائرية الفلسطينية الشعبين الجزائري والفلسطيني بأن لا فرح ولا سعادة إلا بعد جهد ومشقة ومعاناة وجهاد وجهد كبير وصادق ومخلص لله وحده لا شريك له. فجاءت فرحة العيد الفطر بعد جهد الصيام وجهاد النفس على العطش والامتناع عن رغبة الشهوات والنفس، فكانت فرحة العيد. وكانت فرحة الاستقلال بعد احتلال ومعاناة وتضحيات وجهاد في سبيل الله، فكانت فرحة عيد الاستقلال فرحة الحرية في الجزائر التي مكثت تحت الاحتلال الفرنسي 30 سنة. فجاءت هذه الحرية وهذه الفرحة وهذه السعادة. ومن هنا تدعو المبادرة الجزائرية الفلسطينية الشعب الجزائري إلى مواصلة الدعم والتبرع ومساندة لإخوانهم في فلسطين من أجل نيل فرحة التحرير، تحرير القدس والأقصى وفلسطين، وتعزيز صمود هذا الشعب المبارك لاسترجاع مقدساته وأرضه. ثانية، تدعو المبادرة الجزائرية الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى المزيد من الصمود والتضحيات والجهاد في سبيل الله من أجل نيل فرحة الحرية واسترجاع الوطن والحقوق وطرد الصهاينة من فلسطين. كما لا تنسى المبادرة الجزائرية الفلسطينية في هذه المناسبة أن تتذكر معاناة الشعب السوري واليمني والعراقي وإخواننا في بورما. نبرق لهم بتحية العيد من أرض الجزائر المباركة، وندعو الله أن يكفيهم شر القتال. وفي الأخير تدعو المبادرة الجزائرية الفلسطينية الشعب الجزائري إلى التكاتف والتراحم والمحبة والإخاء والحفاظ على ثمرة الحرية والاستقلال والهناء والرخاء حتى نتمكن من مناصرة إخواننا في فلسطين وتحقيق أمنية شهدائنا في تحرير بيت المقدس. وتدعو الشعب الفلسطيني إلى التوحد والمصالحة والالتفاف وراء المقاومة الباسلة في غزة وغيرها. كما توجه المبادرة الجزائرية الفلسطينية على لسان رئيسها أبو أسامة الجزائري تحية العيد لأخواتنا المرابطات في الأقصى والقدس وشبابنا المرابط على أبواب الأقصى، وتحية خاصة لعوائل الشهداء، شهداء الانتفاضة الثالثة، وإلى الأيتام، أيتام فلسطين. وفي الأخير
تدعو المبادرة الجزائرية الفلسطينية كل الجزائريين الالتفاف حولها لتقوية عضدها في خدمة أهلنا في فلسطين. المبادرة الجزائرية الفلسطينية هي جسركم يا شعب الجزائر لدعم إخوانكم بانتظام وإتقان. بارك الله في كل الشعب الجزائري بدون استثناء، وخاصة للمحسنين ولأهل الخير والعطاء في الجزائر. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير يا أهل الجزائر. تحية للشعوب الحرة والأشراف في العالم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.